من جديد بعد مدرب تنزانيا الجزائري مدرب كونغو الديمقراطية يتوعد وليد الركراكي وأسود الأطلس ويتهم المنتخب المغربي بالخداع والخبث الكروي وأنه يسعى للفوز فقط وخطته دفاعية وليست هجومية ولا يلعب كرة ممتعة. شاهد التفاصيل. لكن قبل ما تشاهدوا التفاصيل نتمنى أنكم تدعمونا باللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وما تنسوش جرس التنبيهات حيث هو اللي غيخليكم توصلوا بجميع الأخبار المتعلقة بالمنتخب المغربي. أكد مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية أنه سيعتمد استراتيجية جديدة للتغلب على المغرب في الجولة الثانية من نهائيات كأس إفريقيا المنظمة بساحل العاج. وأوضح في تصريح صحفي أن منتخبه سيواجه نظيره المغربي يوم الأحد المقبل معتمدا على استراتيجية أكثر فعالية على حد تعبيره، مشددا على رغبته في الفوز بالمباراتين المقبلتين. وقال المتحدث ذاته: في المباراة المقبلة أمام المنتخب المغربي سوف نسترجع إمكانياتنا وسنكون شجعان كما كنا أمام زامبيا. هدفنا هو الفوز في المباراتين المقبلتين للعبور للدور المقبل، وآمل أن يكون مهاجمون أكثر فعالية رغم أن هذه المباراة ستكون صعبة لكون المنتخب المغربي يسعى للفوز فقط وخطته دفاعية وليست هجومية ولا يلعب كرة ممتعة. وتابع: يؤسفني أن مهاجمي منتخبنا لم يتمكنوا من التسجيل أكثر من مرة مع كل الفرص التي أتيحت لنا. اتسمنا بالشجاعة والمغامرة وقدمنا كرة ممتعة جميلة، لكن نتأسف على كل الفرص الضائعة. شكرا لكم على حسن المتابعة. ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات باش توصلوا بجديد الأخبار المنتخب المغربي.